لقد خرجت للتو من قفص الطائرة في مطار دولي مزدحم وسط صخب الناس. كانت مجرد امرأة تأمل في العثور على بعض السلام، ولكن هذا السلام تحطم. أوقفها شرطيان بدون تفسير واضح، فقط نظرات حكمية قاسية. لماذا هي؟ هل لأن ملابسها كانت أكثر تواضعا قليلا مما قد يسمحون به لشخص مثلها؟ أم كان الأمر ببساطة بسبب لون بشرتها؟ بدأت الأسئلة الموحية والمهينة، وعندما تجرأت على الدفاع عن الاحترام والعقل، خرجت الأمور عن السيطرة أمام مئات العيون القبولية. لويت يداها خلف ظهرها، وضغط المعدن البارد للأصفاد على معصميها. هي امرأة هادئة تعامل الآن كمجرمة خطيرة في وضح النهار. تجمعت مشاعر الإذلال والغضب، ولكن بعد ذلك في خضم الظلم حدث تغيير مفاجئ. طلبت مكالمة هاتفية، مكالمة واحدة فقط، والكلمات التي نطقتها في ذلك الهاتف لم تكن توسلات أو صرخات استغاثة، بل كانت ألقابا وأوامر سرية تركت الشرطيين المتغطرسين عاجزين عن الكلام. تحولت وجوههما من الرضا إلى الرعب. مع من عبثوا؟ من هي بالضبط هذه المرأة التي تبدو عادية، والتي أدت مكالمة هاتفية واحدة منها إلى تحرك البنتاغون؟ ما الذي ينتظر هذين المعتديين؟ الإجابة ستصدمك. لنستمع إلى هذه القصة التي لا تصدق. تلاشى الرعب المألوف لمحركات الطائرات النفاثة بينما هبطت طائرة بوينغ 777 برفق على مدرج مطار جون إف كينيدي الدولي داخل مقصورة درجة رجال الأعمال. تحركت إيفالين في مقعدها الواسع، محاولة التخلص من الإرهاق الذي تصلب بعد ما يقارب 10 ساعات في الجو، قادمة من فرانكفورت. أضاءت المصابيح في المقصورة إذانا بانتهاء الرحلة، ولكن بالنسبة لإيفالين كانت مجرد بداية لرحلة أخرى، رحلة إلى الوطن، بحثا عن السلام الذي اشتاقت إليه بعد 3 أسابيع مرهقة في مؤتمر دولي للأمن في سنغافورة. تتمتع بهالة من الوقار والكرامة الهادئة التي صقلتها عقود من الخدمة العسكرية. كان شعرها أسود تتخلله خصلات فضية، وهي علامات صامتة للزمن والخبرة. كانت بشرتها بلون الحليب والقهوة، ناعمة على الرغم من وجود بعض الخطوط حول عينيها البنيتين الداكنتين العميقتين. ارتدت اليوم زيا بسيطة ولكنه أنيق، بنطال بيج ضيق، وبلوزة حريرية كحلية، وسترة كشمير سوداء، لا شارات ولا زي رسمي. فقامتها المنتصبة ونظرتها الثابتة كفتا لكشف حقيقتها. تمددت وشعرت بمفاصلها تتفرقع. كانت هذه الرحلة مرهقة، اجتماعات طويلة ومناقشات استراتيجية معقدة وتمثيل للجيش الأمريكي أمام الحلفاء الدوليين. كل ذلك تطلب كامل انتباهها. في الوقت الحالي كل ما أرادته إيفالين هو فنجان من الشاي الساخن وكرسي في غرفة معيشتها المألوفة، وربما مكالمة طويلة مع ابنتها التي تدرس في الجامعة بكاليفورنيا. ابتسمت ابتسامة نادرة وهي تفكر في سارة. ساد هدوء قليل في مقصورة درجة رجال الأعمال، ثم صدح صوت مضيفة الطيران عبر مكبر الصوت. يرجى الاستعداد للنزول عبر الباب الواحد. وقفت إيفالين وأمسكت بحقيبتها الجلدية ومعطفها، وانضمت إلى التيار البطيء من الناس المتجهين نحو الباب. شعرت بالصخب والضجيج المألوف لمطار جون إف كينيدي مجرد أن وطئت قدمها الأنبوب التلسكوبي الذي يربط الطائرة بالمبنى. الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، جميع اللغات اختلطت معا لتشكل سيمفونية صاخبة من الحركة العالمية. رائحة القهوة امتزجت بالعطور، وهواء المطار المعاد تدويره، وملئت أنفها. تدفق الناس إلى منطقة الانتظار، وبدأت إيفالين مثل العديد من الركاب الآخرين
في التوجه نحو منطقة استلام الأمتعة. سحبت حقيبة سفرها الصغيرة ذات العجلات، وعيناها تتفحصان اللافتات. انعكست أضواء الفلوريسنت على أرضية الرخام المصقولة، وعكست وجوها لا حصر لها، متعبة ولكنها متلهفة. بكى الأطفال وضحك الكبار، وتصاعدت أصوات عجلات الحقائب على الأرض. كان مشهدا طبيعيا تماما في أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم. أرادت إيفالين فقط أن تمر بسرعة عبر هذا الحشد، وتجد حقيبتها التي تم فحصها، وتطلب سيارة إلى شقتها في بروكلين. ولكن بعد ذلك قاطع وجود غير عادي أفكارها. وقف شخصان يرتديان زي سلطة الميناء ليس ببعيد قرب مدخل حزام الأمتعة. كان الرجل الأكبر سنا، جون ميلر، رجلا سمينا ذا وجه أحمر وعينين صغيرتين ضيقتين تبحثان. كان شعره الرمادي قصيرا، وبطنه البارزة تتدلى تحت سترته الواقية. طوى ذراعيه على صدره، ونظراته تتفحص الحشد بعبوس دائم، كما لو أن كل راكب مصدر إزعاج محتمل. بجانبه وقف كيفن باكستر، أصغر سنا وأكثر نحافة وأقل رتبة، ولكنه كان يحاول أن يبدو قويا من خلال تقليد وضعية زميله. كانت عينا باكستر الزرقاوان تتجولان غير واثقتين، ولكنهما كانتا تبحثان بوضوح عن موافقة من ميلر. توقفت نظرات ميلر فجأة واستقرت على إيفالين هايز. شعرت بتلك النظرة، نظرة فاحصة تقييمية استمرت لفترة أطول من اللازم. لم تكن النظرة الحذرة المعتادة من حارس أمن. كان هناك شيء آخر، شيء ثقيل بالتحيز. رأته يغمز لباكستر، ثم بدأ كلاهما يتجهان نحوها. انقبض قلب إيفالين. لقد رأت نظرات مثل هذه من قبل، على الرغم من أنها أقل تكرارا في السنوات الأخيرة مع تغير منصبها. ولكن الشعور المألوف بالضيق بقي. امرأة سوداء ترتدي ملابس أنيقة، قادمة توفى من درجة رجال الأعمال. بدا ذلك كافيا لإثارة مرشح التحيز لدى الضابط. سدوا طريقها. ميلر يقف مباشرة أمامها، وباكستر إلى اليمين قليلا. يشكلان حاجزا سريا ولكنه فعال. مر الناس بسرعة من حولهم، ونظر قليل منهم إلى الوراء بفضول. قال ميلر بصوت مسطوح ولكن مشوب بالتعالي: معذرة سيدتي، هل يمكننا رؤية بعض الهوية؟ توقفت إيفلين وحافظت على هدوء صوتها رغم الشعور المتزايد بالضيق. قالت بنبرة ثابتة: هل هناك مشكلة أيها الضباط؟ ثم نظرت إلى ميلر مباشرة في عينيه دون أن تهتز. ابتسم ميلر ابتسامة ساخرة كانت بالكاد مرئية، لكنها مشحونة بالاستعلاء والسخرية. قال بنبرة متصنعة: فحص روتيني فقط، نحتاج إلى رؤية هويتك. بينما كانت نظراته تمسح جسد إيفلين من رأسها حتى أخمص قدميها، توقفت عمدا عند حقيبتها الجلدية وملابسها الفاخرة. كانت نظرته تقول كل شيء. كيف لشخص مثلك أن يتحمل تكلفة هذه الأشياء؟ كتمت إيفلين تنهيدة مثقلة. فحص روتيني في منتصف صالة الوصول المزدحمة، يستهدف راكبا نزل للتو من الطائرة دون أي سبب واضح. كانت تعرف أن هذا ليس روتينيا، لكن بدء شجار لم يكن هو الحل. فتحت حقيبتها وأخرجت محفظتها، ثم سلمت ميلر رخصة قيادتها الصادرة عن ولاية نيويورك. أخذ ميلر الرخصة وفحصها بعينين بطيئتين على نحو متعمد. قلبها، ثم ضيق عينيه على الكلمات، وأخيرا نظر إلى وجهها يقارن الصورة بالواقع. طال الصمت واشتد التوتر. كان باكستر واقفا إلى جانبه، ويده على مقبض عصاه مستعدا للانقضاض. قال ميلر بصوت ممدود باستخفاف: إيفلين هايز. ثم أضاف: برو هايتس، هذا حي باهظ. كانت نبرته توحي بالسخرية. ماذا تعملين؟ تسافرين على درجة رجال الأعمال؟ بدأ صبر إيفلين ينفد. كان هذا السؤال يتجاوز تماما نطاق فحص الهوية. قالت بلهجة صارمة: يا حضرة الضابط،
وظيفتي لا علاقة لها بفحص الهوية. هل هناك سبب محدد لإيقافي؟ هل أطابق وصف مشتبه به؟ سخر ميلر، هذه المرة بوضوح أكثر، وقال: أوه، كنا فقط فضوليين يا سيدة هايز، لرؤيتك بكامل أناقتك قادمة من الدرجة الأولى. ليس كل يوم يرى المرء شخصا مثلك بهذه الإمكانيات. توقفت إيفلين عند عبارة شخص مثلك، كانت مليئة بالتحامل. تدخل باكستر وقد شجعته غمزة من ميلر، فقال شيئا غير واضح، لكن بدا أن الدم بدأ يتدفق إلى وجه إيفلين من شدة الغضب. كان ذلك إذلالا، عنصرية صريحة تحدث في قلب مطار دولي وأمام أعين الناس. لقد قضت حياتها في خدمة هذا البلد، وتغلبت على حواجز مرئية وغير مرئية، وأثبتت أن قدراتها لا تتعلق بلون بشرتها. والآن بسبب لون بشرتها والملابس التي ترتديها تعامل كمشتبه بها. قالت بصوت ثابت رغم الغليان: وأنتما تتجاوزان سلطتكما. لم أفعل شيئا خاطئا. كان طلبها الحديث إلى رئيس الضابط بمثابة القشة الأخيرة بالنسبة لميلر، فبالنسبة لشخص متغطرس مثله كان ذلك علامة تمرد. احمر وجهه وزمجر: أوه، والآن تريدين التحدث إلى من هو أعلى؟ من تظنين نفسك؟ علت نبرته، وراح صوته يتردد في القاعة جاذبا انتباه الجميع. بدأ الركاب يتوقفون مشكلين دائرة فضولية من حولهم. رفعت عدة هواتف للتصوير. صرخ ميلر: أنت لا تتعاونين، هذه عرقلة للعدالة. أجابت إيفلين بثبات لا يخلو من التحدي: أنا فقط أطالب بحقوقي. قال ميلر بغضب وهو يصرخ كأنه يصدر حكما: هذا يكفي، عرقلة للواجب العام، قيدوها. تردد باكستر لحظة ناظرا إلى الحشد المتجمع، لكن نظرة ميلر الحادة جعلته ينقض دون تردد. لم يكن لدى إيفلين وقت للرد، حيث لوي ذراعها بعنف خلف ظهرها. انطلق ألم حاد من كتفها إلى معصمها. كافحت للحفاظ على توازنها، لكن قوة رجلين قويين كانت أكثر من اللازم. صرخت إيفلين: ماذا تفعلون؟ لم أفعل شيئا. خانها صوتها للمرة الأولى. بين الغضب والذهول رن صوت طقطقة المعدن البارد للأصفاد جافا وهو يطبق حول معصميها. غمرتها مشاعر الذل والعجز. كانت الآن مكبلة اليدين كمجرمة في مطار بلدها، وببساطة بسبب لون بشرتها. شعرت بعشرات العيون تحدق بها، نظرات فضولية وأخرى مشفقة، وبعضها خائف وربما شامت. احمر وجهها بالخجل، لكنها رفعت رأسها عاليا ولم تدعهم يرونها تسقط. ساد صمت ثقيل في المكان، لم يقطعه سوى أنفاس ميلر المتلاحقة وهمسات الحشد المتزايدة. نظر ميلر إلى إيفلين وهي مقيدة اليدين وعلى وجهه ملامح رضا شيطاني. اقترب أكثر وانحنى قرب أذنها وقال بصوت منخفض مغمور بالسم: لم. ترك الجملة غير مكتملة، لكن نظرته المزدرية قالت كل شيء. وقف باكستر بجانبها يتجنب النظر في عينيها. بدا منزعجا بعض الشيء، لكنه لم يجرؤ على الاعتراض. بالنسبة لإيفلين لم يكن هذا مجرد ظلم، بل إهانة بالغة لكرامتها ولكل ما عملت من أجله وما حققته. بدأ الغضب البارد يحل محل الخجل. لن تدع الأمر يمر هكذا. مكبلة اليدين خلف ظهرها ومحاطة بعيون غريبة، أخذت إيفلين هايز نفسا عميقا محاولة تهدئة موجة المشاعر المتلاطمة في صدرها. كان الإذلال لا يزال يحرقها، لكن الانضباط الحديدي الذي تعلمته في الجيش ساعدها على استعادة بعض السيطرة. لم يكن هذا وقت الانهيار أو إظهار الضعف، بل كان وقت الفعل. نظرت مباشرة إلى الشرطيين وعيناها ثابتتان باردتان. قالت بصوت هادئ على نحو غريب متناقض مع جو التوتر: يا حضرة الضباط، أحتاج إلى إجراء مكالمة هاتفية الآن. ضحك ميلر ضحكة ساخرة مملوءة بالازدراء. أوه، حقا؟ بمن يجب أن تتصلي؟ بمحاميك أم بوالدتك؟ طوى ذراعيه مستمتعا بمأزق إيفلين. ضحك باكستر أيضا ضحكة متوترة، لكن عينيه حملتا قلقا خفيا بشأن رباطة جأش هذه المرأة غير العادية. كررت إيفلين بنبرة لم تتغير، ولكن تسلل إليها هدوء ذو سلطة: أحضر هاتفي من حقيبتي، إنها مسألة أمن قومي. قطعت كلمتا الأمن القومي. ضحكة ميلر. نظر إلى إيفلين بشك. للأمن القومي؟ ماذا تحاولين أن تفعلي؟ لكن الكلمة كان لها من الوزن
ما جعل باكستر يتوقف. نظر إلى ميلر ثم عاد ببصره إلى إيفلين والتردد مرسوم على وجهه. ارتفعت همسات الحشد المحيط بصوت أعلى. للأمن القومي؟ ما الذي يجري حقا؟ قالت إيفلين بصوت ثابت: أنا لا أمارس أي خدعة. أخرج الهاتف وإلا فاستضطر إلى شرح الأمر لسلطات أعلى. لماذا تعطل مكالمة تتعلق بالأمن القومي؟ كان التصميم في صوتها ونظرتها كافيا لجعل ميلر يشعر بعدم الارتياح. لم يكن متأكدا إن كانت تقول الحقيقة أم تحاول تخويفه، لكن شيئا ما أخبره أن هذا التحذير لا ينبغي تجاهله. بعد لحظة تردد أشار ميلر بذقنه نحو باكستر. الهاتف، لنرى ما الذي تخطط له. اقترب باكستر بتردد وفتح حقيبة يد إيفلين التي كانت معلقة على كتفها. أخرج هاتف آيفون يبدو عاديا. سأل باكستر وهو يمد الهاتف نحوها: بمن تتصلين؟ قالت إيفلين: لا حاجة لذلك، أنت من سيتصل نيابة عني، فأنا مكبلة اليدين. قرأت سلسلة طويلة من الأرقام. لم يكن رقم هاتف عادية، بل كأنه رمز وصول إلى خط خاص. أمسك باكستر الهاتف ووضعه على مكبر الصوت كما طلبت. رن جرس الانتظار مرة واحدة قبل أن يجيب صوت عميق محترف خال من المشاعر: خط البنتاغون الآمن دلته، عرف عن نفسك. في اللحظة التي خرج فيها الصوت من مكبر الصوت تغير الجو حولهم. تجمد ميلر وباكستر في مكانهما. سادت لحظة صمت ثقيلة على الحشد. البنتاغون؟ الخط الآمن؟ تغير صوت إيفلين تماما. تلاشى التعب والغضب اليومي وحلت مكانهما نبرة حادة موجزة سلطوية، نبرة قائد عسكري. قالت: هذا العقيد إيفلين هايز، الرقم العسكري 8-493-317. أطلب اتصالا فوريا بمكتب الجنرال ماثيوز. الأولوية قصوى. كانت الكلمات كضربات مطرقة تدوي في عقول ميلر وباكستر. تحول وجه ميلر من الأحمر إلى الشاحب وبدأ العرق البارد يتصبب على جبينه. أما باكستر فقد ظل فمه مفتوحا وعيناه واسعتان من الرعب وهو ينظر إلى الهاتف كما لو كان قنبلة على وشك الانفجار. جاء الرد من الطرف الآخر على الفور. لا يزال الصوت محترفا، لكنه كان يحمل إلحاحا واضحا: انتظري يا عقيد. مرت ثوان قليلة من الصمت، ثم قال الصوت: العقيد هايز، هذا الرائد تومسون من مكتب الجنرال ماثيوز. الجنرال غير متاح حاليا، لكنني مخول بالتعامل مع مكالمات الأولوية 1000. يرجى ذكر طبيعة وضعك. نظرت إيفلين إلى ميلر وباكستر وعيناها تخترقان أعماقهم، ثم بدأت قائلة: يا رائد تومسون. كان صوتها ثابتا لكنه ثقيل، وقالت: أنا محتجزة حاليا ومكبلة اليدين من قبل ضابطين من شرطة سلطة الميناء في مطار جون إف كينيدي الدولي، المبنى رقم 4، صالة الوصول، بالقرب من حزام استلام الأمتعة رقم 3. ساد صمت قصير على الطرف الآخر من الخط بما يكفي لسماع شهيق مفاجئ. كان صوت الرائد تومسون مشوبا بالدهشة. محتجزة؟ يا عقيد، تحت أي ظروف؟ قالت إيفلين ببساطة. تتضمن الظروف ما يبدو أنه تمييز عنصري وإساءة لفظية وسلوك غير مهني. الضابطان المعنيان هما الضابط جون ميلر رقم الشارة 735، والضابط كيف باكستر رقم الشارة 1124. لقد رفضا تقديم سبب وجيه للاحتجاز وقاما بتصعيد الوضع دون داع. توقفت للحظة تاركة المعلومات تتغلغل في عقول من كان يستمع، ثم قالت: أطلب تدخلا فوريا من وزارة الدفاع وتنسيقا مع الوكالات الفيدرالية المختصة لحل هذا الوضع والتحقيق في سلوك الضابطين. أجاب الرائد تومسون وقد امتلأ صوته بالجدية: مفهوما يا عقيد. تم تأكيد موقعك عبر إشارة نظام تحديد المواقع العالمي من جهازك. يتم الآن تفعيل بروتوكولات التدخل. يرجى الانتظار والحفاظ على الخط إذا أمكن. المساعدة في الطريق. أنهت إيفلين المكالمة قائلة: تأكيد هايز، حول. ساد صمت قصير في المشهد. وقف ميلر وباكستر متجمدين وقد تجردت وجوههما من اللون. تلاشى الرضا والغطرسة اللذان كانا عليهما سابقا، وحل مكانهما رعب مطلق. لم يكونا قد اشتبكا للتو مع راكب عادي، بل قيدا عقيدا في الجيش الأمريكي. لقد تم ذكر اسمهما في مكالمة 1000 إلى البنتاغون. كانا يشعران أن حياتهما المهنية ومستقبلهما وربما حتى حريتهما تتلاشى أمام أعينهما. ارتجف ميلر وتلعثم قائلا: عقيد، أنت العقيد؟ كان صوته مكسورا بالخوف.
لم تجب إيفلين على الفور، بل نظرت إليه ببساطة في عينيه، نظرة باردة لا ترحم. كان صمتها أكثر رعبا من أي اتهام. ثم كما لو استيقظ من غيبوبة، بدأ ميلر يبحث بعصبية في جيبه عن مفاتيح الأصفاد. كانت يداه ترتجفان لدرجة أنه أسقط مجموعة المفاتيح بالكامل على الأرض. تردد صدى صوت المعدن على أرضية الرخام العالية في الصمت. تمتم ميلر وهو يلتقط المفاتيح. يا إلهي، يا عقيد، لابد أن هناك سوء فهم فظيع. نحن كنا فقط نؤدي واجبنا، لم نكن نعلم حقا. فك الأصفاد عن إيفلين على عجل، وكاد أن يؤذيها من شدة ارتباكه. وقف باكستر بجانبها، وجهه شاحب، ولم يجرؤ على النظر إلى أي أحد. ظل محدقا في الأرض. فركت إيفلين معصميها المحمرين حيث بقيت آثار الأصفاد. كانت تلك الآثار أكثر من مجرد علامات على الجلد، بل كانت دليلا حيا على الإساءة والتحيز الذي تعرضت له لتوها. لم تقل شيئا للضابطين المرتجفين أمامها، بل وقفت هناك ببساطة، ظهرها مستقيم وعيناها مثبتتان على مدخل القاعة، منتظرة. كانت تعلم أن التدخل سيأتي قريبا. وبالنسبة لميلر وباكستر فإن الكابوس لم يكن قد انتهى بعد، بل كان قد بدأ للتو. وقف الحشد ساكنا، مذهولين بالتغير المفاجئ في سير الأحداث. كانت الهواتف المحمولة لا تزال مرفوعة، تسجل التحول الدرامي الذي شهدوه من امرأة سمراء تتعرض للتنمر والاحتجاز على يد الشرطة، إلى ضابطة عسكرية رفيعة الرتبة تتصل بالبنتاغون مباشرة. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فبعد أقل من 10 دقائق على المكالمة الدرامية التي أجرتها العقيد هايز، وهي 10 دقائق بدت وكأنها قرون بالنسبة لميلر وباكستر، بدأ الجو في صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 4 يتغير بشكل ملحوظ. أدى وصول شخصيات جديدة إلى كسر الصمت المشوب بالتوتر. وصل أولا رجلان يرتديان زي شرطة سلطة الميناء ويحملان رتبة أعلى، أحدهما نقيب والآخر ملازم. كانت وجوههما متوترة وخطواتهما سريعة. من الواضح أنهما تلقيا رسالة لاسلكية عاجلة، ربما مرفقة بكلمات مثل عقيد في الجيش، البنتاغون، أولوية ألف. تقدم النقيب، رجل في منتصف العمر ذو شعر أسود مختلط بالشيب، بخطى حازمة نحو إيفلين، وإلى جانبها ميلر وباكستر. اجتاحت نظراته المشهد، ثم استقرت على وجوه مرؤوسيه المذعورين وهدوء إيفلين المتماسك. قال النقيب بصوت منخفض ومهني، لكن قلقه كان واضحا. ما الذي يحدث هنا؟ نظر إلى ميلر وباكستر مطالبا بتفسير. بدأ ميلر يتلعثم محاولا تبرير الموقف، وتحدث عن إجراءات روتينية وركاب غير متعاونين، لكن صوته المهتز ونظراته المتجنبة فضحتا كل شيء. أما باكستر فوقف ببساطة، رأسه إلى الأسفل، عاجزا عن الكلام. تدخلت إيفلين هايز دون أن تنتظر سؤال النقيب، قائلة: هايز من الجيش الأمريكي. أخرجت بطاقة هويتها العسكرية من محفظتها وعرضتها عليه، وأضافت: لقد عدت للتو من مهمة خارجية، وما إن نزلت من الطائرة حتى أوقفني هذان الضابطان ميلر وباكستر بدون سبب. وجه إلي أسئلة تنم عن دوافع عنصرية، وأهاناني لفظيا، ثم كبلاني بالأصفاد عندما طلبت معرفة سبب احتجازي والحديث إلى رؤسائي. أخذ النقيب البطاقة، واتسعت عيناه عند رؤية الرتبة والاسم المدونين عليها. أعادها إلى إيفلين باحترام واضح، وقال: يا عقيد هايز، أعتذر بشدة عمن حدث، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. ثم التفت إلى ميلر وباكستر وحدق بهما بصرامة شديدة، وأضاف: أنتما الاثنان إلى المكتب الآن، سلما أسلحتكما وشارتكما فورا. وبعد بضعة أشهر عقدت المحاكمة. كانت قاعة المحكمة الفيدرالية مكتظة بالحضور. جلست العقيد إيفلين هايز في الصف الأمامي بكامل زيها الرسمي إلى جانب محامي وزارة العدل. لم تحضر لتشمت، بل لتتابع سير العدالة. عرضت تسجيلات الفيديو التي التقطت في المطار، وتكررت شهادات الشهود. حاول محامو الدفاع عن ميلر وباكستر تقديم حجج تتعلق بضغوط العمل وسوء فهم الظروف، لكن لم يكن هناك إنكار لما ظهر جليا في التسجيلات، ولا لما أدلى به الشهود من روايات متطابقة. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى توصلت هيئة المحلفين إلى الحكم. أدين كل من جون ميلر وكيفن باكستر، وبعد سماع المرافعات الختامية والنظر في خطورة الجرائم المرتكبة
وسوء استخدام السلطة والعنصرية الصارخة وتأثيرها النفسي على الضحية، أصدر القاضي الفيدرالي حكمه. قال القاضي بصوته الجهوري الذي تردد صداه في أرجاء قاعة المحكمة: بالنسبة للمتهم جون ميلر، تحكم المحكمة عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 4 سنوات. انهار ميلر الذي حافظ على تعبير متجهم طوال فترة المحاكمة، غطى وجهه بيديه واهتز جسده من شدة الانفعال. تابع القاضي بصوت ثابت: وبالنسبة للمتهم كيفن باكستر، وبالنظر إلى دوره الأقل تأثيرا وندمه المتأخر، تحكم المحكمة عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 3 سنوات. أغمض باكستر عينيه وانحدرت دمعة صامتة على خده. كان الحكم 4 سنوات و3 سنوات، عقوبة قاسية، لكنها تعكس الطبيعة الحقيقية للجريمة. لقد تحقق العدل أخيرا، وإن جاء متأخرا ومؤلما. شهدت العقيدة إيفلين هايز الرجلين اللذين أذلاها وقيداها، وهما يقتادان بعيدا، ولم يكن في قلبها فرح ولا شماتة، بل شعور ثقيل بثمن العدالة وباستمرار التحيز الظالم في المجتمع. بعد عدة أشهر من المحاكمة، وعندما حول الخريف أشجار العاصمة واشنطن إلى اللون الذهبي، وقفت العقيد إيفلين هايز عند نافذة مكتبها في البنتاغون، تراقب الفناء الواسع حيث تتساقط الأوراق في الخارج. استمرت الحياة في العاصمة بوتيرتها الصاخبة المعتادة، لكن في داخلها بقيت أصداء أحداث مطار جون إف كينيدي حاضرة، لا كجرح مفتوح بل كأثر دائم يذكرها بواقع قاس لا يتغير بسهولة. عادت إلى العمل، إلى الاجتماعات الاستراتيجية والتقارير السرية والمسؤوليات الثقيلة التي تتحملها ضابطة رفيعة الرتبة. أعرب الزملاء والرؤساء عن دعمهم الصادق، وعبروا عن غضبهم لما تعرضت له. تم التعامل مع القضية بسرعة وحسم، وتحقق العدل بإدانة ميلر وباكستر. من الناحية النظرية كان للقصة نهاية واضحة، لكن إيفلين رغم كل شيء لم تستطع التوقف عن التفكير. كانت تشعر بإرهاق لم يكن جسديا فحسب، بل عقليا ونفسيا أيضا. فحتى بعد 3 عقود من الخدمة العسكرية المشرفة، ورغم رتبتها العالية كعقيد وإنجازاتها الكثيرة، ظل لون بشرتها بالنسبة لبعض الناس أول ما يرى، وأحيانا السبب الوحيد للشك وللازدراء ولتجريدها من كرامتها. كان ذلك اليوم المشؤوم في المطار تذكيرا مريرا بأن الكفاح ضد التحيز والعنصرية لم ينتهي بعد، وأن الطريق ما زال طويلا حتى بالنسبة لأولئك الذين صعدوا سلم النجاح الاجتماعي. تساءلت إيفلين في صمت: ماذا لو لم أكن العقيد إيفلين هايز في ذلك اليوم؟ ماذا لو كنت فقط السيدة إيفلين هايز، امرأة سمراء عادية عائدة من رحلة عمل؟ هل كانت الحادثة ستحظى بنفس الاستجابة؟ هل كانت مكالمتها ستحصل على أولوية 1000؟ هل كان مكتب التحقيقات الفيدرالي سيظهر بهذه السرعة؟ هل كان الضابطان سيواجهان العدالة الفيدرالية؟ أجابت نفسها بأسف داخلي: ربما لا. وكان هذا التفكير بحد ذاته كافيا ليشعرها بعدم الارتياح. نعم، لقد تحقق العدل لها، لكن كم من الآخرين ممن هم أقل حظا منها تعرضوا لنفس المعاملة في صمت، دون أن يتدخل أحد ودون أن يستمع أحد. كانت تلك قضيتها، لكنها لم تكن القصة الوحيدة. على الرغم من نهايتها السعيدة، كشفت القصة من غير قصد حقيقة محزنة حول الامتياز وعدم المساواة المتجذرين بعمق في النظام. فالعدالة لا ينبغي أن تعتمد على من أنت أو بمن يمكنك الاتصال. الكرامة الإنسانية حق أساسي، لا امتيازا يمنح لمن يملك النفوذ أو الرتبة. لقد تسببت الحادثة أيضا في موجات من التغيير، فقد واجهت شرطة سلطة الميناء في نيويورك ونيوجيرسي تدقيقا متزايدا، وأنشئ برنامج تدريبي إلزامي لمكافحة العنصرية واحتواء التصعيد شمل جميع أفراد القوة. أصبحت قضية العقيد إيفلين هايز دراسة حالة تناقش في المحافل المختصة بإصلاح الشرطة والمساءلة وحقوق الإنسان، وعلى الأقل ساهمت تجربتها المؤلمة في إحداث تغيير، وإن كان صغيرا، خطوة متواضعة إلى الأمام في معركة أكبر بكثير. تنفست إيفلين بعمق واستدارت بعيدا عن النافذة، وعلى مكتبها وجدت أكواما من الوثائق السرية تنتظر المعالجة. مهمتها لم تنتهي، وطنها ما زال بحاجة إليها. لم تكسر بالتجربة، بل خرجت منها أقوى، أكثر عزيمة وتصميما. عزمت على الاستمرار في العمل، في السعي، وفي أن تظل مثالا يحتذى به في الاحتراف والشجاعة والمرونة.
ستحمل أثر تلك الحادثة معها، لا كعبء يثقل كاهلها، بل كتذكير دائم لماذا عليها أن تواصل القتال، ليس فقط من أجل نفسها، بل من أجل أولئك الذين لا صوت لهم، الذين يواجهون الظلم يوميا دون أن يراهم أحد. إن قصة العقيد إيفلين هايز في مطار جون إف كينيدي ليست مجرد رواية عن العنصرية أو إساءة استخدام السلطة، بل هي أيضا قصة عن القوة الكامنة داخل كل إنسان في مواجهة الشدائد، وعن أهمية الدفاع عن كرامة المرء، وعن الأمل الهش أحيانا لكنه لا ينطفئ في أن العدالة مهما تأخرت أو تعثرت يمكنها أن تسود في النهاية. ثبتت إيفلين هايز عينيها وجلست على مكتبها وأمسكت قلمها. كان لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وكانت مستعدة. شكرا لوقتكم في الاستماع إلى هذه القصة. إذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة حتى لا تفوتكم القصص الهادفة القادمة. نراكم غدا في قصة جديدة ذات مغزى.